ما هو مونجارو؟ مونجارو هو البديل الأهم والأفضل من عمليات التكميم. بيشتغل إزاي أو كيفية حقنه؟ بيحقن مرة أسبوعيا تحت الجلد. طيب هو كان أصلا استخداماته لعلاج السكر من النوع الثاني، واحنا بنستخدمه لعلاج السكر من النوع الثاني. أثبت فعاليته الكبيرة جدا في خفض الوزن وعلاج الأوبيزيتي. بيشتغل ازاي؟ بيشتغل على مستقبلين، جي ال بي 1 وجي اي بي. دي ايه؟ دي هرمونات بتتحكم في الشهيه وبتشتغل على ضبط مستويات السكر بالدم. هل في تحاليل ناخدها او نعملها قبل بدايه المونجارو؟ طبعا. فيتامين دي، تي 4، تي 3، تي اس اتش، الكرياتينين، اللايبيز، الاميليز، الاي ال تي والاي اس تي والسي بي سي وليبيد بروفايل والهيموجلوبين اي 1 سي. وافضل كمان لما نعمل سونار على الغده. طيب، ايه هي الايجابيات او المميزات للمونجارو؟ المونجارو اولا مش هيخلي حد يلجا لعمليه، وده في حد ذاته يعتبر نجاح كبير جدا. ففقدان الوزن بشكل ملحوظ دي اهم ايجابياته. الدراسات اثبتت ان خساره الوزن بتكون من حوالي 2 يعني 20 ل 22% من وزن الجسم، وده خلال 6 اشهر مثلا. بيقلل الشهيه بقوه. بيقلل الجوع كمان. ازاي بيقلل الجوع؟ بيقلل او بيأخر افراغ المعده من الاكل اللي فيها، وبالتالي كميه الاكل اللي هتدخل هتبقى اقل. وبينظم سكر الدم طبعا، بفعل اللي هو بيشتغل عليه ده هينظم سكر الدم. ممتاز لمرضى السكر من النوع التاني. هيقلل من مقاومه الانسولين طبعا. ده بقى هيكون مفتاح الحل او المفتاح السحري للناس اللي بتعاني من مقاومه الانسولين. وكمان هيقلل الكوليسترول والدهون الثلاثيه. طب ايه هي سلبياته؟ عمالين نسمع ناس كتير ومشاهير كتير استخدموه وقالوا في مشاكل، او طب دول ما بيكونوش لجأوا اصلا من البدايه لجرعه او مشوا عليها سليمه. لازم نقول ان جرعه المونجارو مش تركيز واحد، هو تركيز من 2.5 ل 15. الجرعه بتزيد تدريجيا، 2.5، 5، 7.5، لحد 15. كل مره بنزود 2.5. طيب ازاي بنستمر عليه؟ لو بنشتغل بيه عادي، بيشتغل جرعه لمده الالم اصلا، او الجرعه كامله لمده شهر على 4 مرات. طيب بعد ال4 مرات بنزود الجرعه لو الحاله تمام وفي نزول وزن بشكل مناسب. مش شرط ان انا ازود الجرعه ما دام الجرعه اللي وصلت لها دي محققه نجاح في نزول الوزن. طب ايه هي بقى السلبيات او ايه هي الاثار الجانبيه؟ الاعراض الجهاز الهضمي زي غثيان، امساك، اسهال، شعور بالامتلاء الزايد، او ممكن هبوط سكر الدم، خاصه لو المريض اصلا كان بيتناول دواء لعلاج السكر. فقدان عضلات، يعني واحنا بنعمل دايت يلاقي نفسه بيخسر كتله عضليه. وعلى فكره ده ممكن يحصل ان كيس او في حاله ان المريض لم يلتزم بالنظام الغذائي السليم. بيحتاج دايما ان اللي يكون يكتبه يكون طبيب، لانه بيبقى عارف الحاله العامه للمريض عنده ايه. هل مناسب للجميع؟ لا يستخدم في حالات الحمل والرضاعة. الحمل والرضاعة مش عايزين نستخدم معاها المونجارو. مشاكل الغدة الدرقية النشطة، فرط نشاط الغدة الدرقية. لو في تاريخ في العيلة لسرطان الغدة الدرقية. وبرده في بعض مشاكل الجهاز الهضمي المزمن أو المزمنة، يعني وقتها هنقول لا، هنوقف ومش هنقدر نستخدمه. طيب ايه هي النصائح الناس اللي انا هقدمها للناس وهي داخله تاخد المونجارو؟ هنقول لازم ناخد او نتبع نظام غذائي متوازن عالي البروتين. هنمارس نشاط. خساره واحنا بنستخدم دواء زي المونجارو ما نكونش ماشيين على نظام غذائي سليم، او نمارس نشاط رياضي زي المشي او تمارين المقاومه البسيطه عشان نحمي الكتله العضليه، وعشان ما نكونش بناخد دواء وخلاص ما بيأديش الغرض. هنشرب ميه بكميات كويسه جدا. هنتابع التحاليل بانتظام. مش هنتوقف فجاه، لا يمكن التوقف فجاه عن المونجارو، نتوقف تدريجيا. هل في اكلات وانا بستخدم المونجارو المفروض اتجنبها؟ فعلا، انا كاتباها في الكابشن تحت. طيب، مونجارو مش عصا سحريه، لكن هي اداه قويه هتساعد الجسم على انه يشتغل صح وبذكاء وتحت إشراف طبيب. هنحقق نتائج مذهلة. بس لو اعتمدنا عليه لوحده هنخسر الوزن وكمان معاه الصحة. فتمنياتي ليكم طبعا يحقق معاكم نجاح أو استخدامه يكون كويس جدا إن شاء الله، وتتبعوا التعليمات اللي قلناها. بس ما تنسوش تشتركوا في القناة
لضمان الاستمرارية ومتابعة الحلقات الكاملة والاستفادة بكل جديد.